حتى نص نهار 11:20 هذه زوم 73 باش نحكيو تو سويت مع سي طارق الخليفي اللي يحضر معنا في الاستوديو، كاتب عام النقابه الاساسيه لاتحاد نقابات قوات الامن التونسي بمنطقه الامن الوطني بسوسه المدينه. صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور يا للا، نرحب بكافة السادة المستمعين ونشكرك على الدعوة، مشكورة جدا. شكرا ليك على قبول الدعوة ومرحبا بك في نجمة فام. دونك باش نحكيو سي طارق على القافلة اللي باش يتم تنظيمها نهار 5 ديسمبر 2020 تقريبا من 7 حتى تكشي الماضي ساعتين، قافلة موجهة في إطار الإحاطة الاجتماعية والصحية بأعوان قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم. هكا يا للا. باهي لشكون موجهة القافلة؟ نبدأ الساعة بكلمة حلوة عجبتني: اجتماع السواعد يبني الوطن واجتماع القلوب يخفي المحن. في إطار أكيد معاضدة مجهوداتنا بين الجيش الأبيض والجيش الأسود اللي نعيشوا فيها من مدة طويلة لا محالة في مكافحة الوباء هذا، إن شاء الله ربي اللي يعافينا منه الكوفيد 19، قررت النقابة الأساسية لسوسة المدينة اللي تتبع الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أن نقوم بقافلة صحية بمساعدة خيالنا في جمعية الأخطاء الطبية. إن شاء الله هذه بتصير نهار 6 ديسمبر 2020 9 متاع الصباح. فيها العديد من الورشات الطبية، العديد من الأساتذة الأطباء المختصين في العديد من الاختصاصات، موجهة بالأساس هي لخيالنا في العائلات الأمنية وعائلاتهم والأمنيين والشريحة اللي هي معرضة يمكن في الوباء هذا أكثر للمرض، وانتم تعرفوا مجهودات الأمنيين خصوصا في الظرف هذا، موجهة لجميع الشرائح الضعيفة من المجتمع. نحب نعتذر على صوتي اليوم بطبيعته ضايع، أما اللي حبيت نقوله احنا ديما بإذن الله في خدمة الشريحة الضعيفة، وماذا بينا لو كان نلقاو ناس ضعاف الحال انهم يجيو. اي انسان معناتها مش بالضروره يكون من العائله الامنيه، اي انسان ما في حالوش يحب يعمل كونسلتاسيون ينجم يجي في القافله هذه. شو ما اهم الاختصاصات الموجوده؟ اهم الاختصاصات عندنا عينين، عندنا سنين، عندنا امراض باطنيه، عندنا طب عام، واكيد فما اختصاصات اخرى انا ما نتفقهش برشا في الطب. دونك انا نحب نفهم انه مثل امراه زواليه عندها ولدها عنده عينيه ناقص شويه نظر، تنجم تجي نهارتها تعمل له مرحبا على الراس والعين وما عندناش مزيه. بلاش باش ناخذوا عليهم. لا معناتها باش ينجموا يفهمونا المواطنين مش بالضروره يكونوا من الامنيين زاد. لا لو كان احنا قادرين باش ناخذوا لهم الدواء، كان احنا في مقدورنا كنقابه ولا كامنيين، وهذا مش غريب على الهيكل الامني اللي احنا رانا نعاونوا باللي نقدروا قدر المستطاع. به القافله هذيا باش تكون كما قلنا قبيله نهار 5 ديسمبر 2020 من 7 حتى تكشف الماضي ساعتين بمدرسه باب. لا بدلتوا الوقت؟ لا ما بدلناش الوقت. باش تكون نهار 6 ديسمبر 2020 على 9 صباحا نهار الاحد. بدلتوا الوقت خاطر البلاغ اللي عندي فيه نهار 5، دونك تبدل شويه الوقت. مش احنا بدلنا، اما نحن نظرا للظروف ماك تعرف احنا ولادنا في المدارس سنة ما قراوش برشا، صحيح. هذاك علاش احنا حابين نبداو على السبت ناكلوا لحد، فهمتني، بالتنسيق مع السيد المندوب الجهوي. نهار الأحد 6 ديسمبر بمدرسة الباب الشمالي بسوسة من 7 حتى الماضي ساعتين. من 9 باقي في البلاغ عندي من 7. مش مشكلة. اعطينا انت التوقيت الصحيح والدات الصحيحة سي طارق. هي لمدرسة الباب الشمالي يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 الساعة 9 صباحا تبتدأ ورشات القافلة الصحية هذه بالاشتراك مع جمعية ضحايا الأخطاء الطبية اللي يترأسها الدكتور عصام. ونتمنى كان الناس كلها قادرة تجي كالكسوا من المؤسسة الأمنية والا من العائلات المعوزه. دونك دعوه هذه للعائلات المعوزه والناس الفئات الهشه والعباد اللي ماهيش قادره ربما باش تعمل كونسلتاسيون صغيره لوليداتها والا العباد الكبار في العمر نهار الاحد 6 ديسمبر 2020 بارتيغ من 9 متاع الصباح في مدرسه الباب الشمالي باب بحر بالاشتراك مع جمعيه ضحايا الاخطاء الطبيه. الدعوه موجهه كما قلنا للعباد الكل، مش كان للامنيين وعائلاتهم، دونك اي حد ينجم يمشي للقافله هذه. مشكورين. لا هو جيست للايضاح، هو يقول لك ما تزز الصدقه لما يكفيوها للدار. احنا يا الاولويه اكيد للامنيين وعائلاتهم، لانه هما نعرفوا المعاناه نتاعهم ورحله العذاب اللي عاشوها خصوصا مع الكوفيد 19. ان شاء الله ربي يعافينا ويعافي الشعب التونسي كله منه. لكن احنا ماذا بينا زاد يجيو العائلات المعوزه، ماذا بينا نعاونوا قدر المستطاع.
للناس الكل اللي عنده اشكال طبي نجم يلتحق بكم واللي زاد فما دكتور يتبرع انه باش يجي، والا فارماسيان ولا فارماسيان ولا باش يعاون، مرحبا به زاد. دونك حتى للاطباء الاختصاص اللي يحب يجي بحذاكم نهارتها باش يكون متطوع، مرحبا. شكرا لك سي طارق، انت شو قدم معنا بعد شويه. هذه القافله اللي كنا نحكيو عليها، ولكن بعد شويه باش نمشيو نحكيو في مواضيع اخرى. ما نجموش يجي بحذنا سي طارق الخليفي كاتب عام النقابه الاساسيه لاتحاد نقابات قوات الامن التونسي، وما نحكيوش على اللي قاعد يصير في محيط المؤسسات التربويه والتعاطي الامني مع اللي صاير تحديدا في ليكول المدرسه الاعداديه الكوليج نتاع سوسه الجديده. كنا حكينا في وسط الاسبوع في زوم 73 والاهالي يوجهوا نداء للوحدات الامنيه. بعد شويه ما نشوفوا مع سي طارق التعاطي الامني في محيط المؤسسه التربويه هذه. قعدوا معنا في الاستماع.